طبعا نرحب بالمذيعة المتألقة دايما أستاذة لميا. جاية النهارده طبعا تباركي لصاحبك أكيد أستاذ أحمد فريد، فعايزة تقولي النهارده من خلال المعرض. اقول له الف مبروك يا احمد، المعرض هايل ومنظم جدا واللوحات رائعه، مجهود باين والناس كلها واخدين بالها والناس كلها داخله مبسوطه جدا وعندها حاله انبهار باللوحات اللي موجوده. بتمنى لك كل التوفيق والنجاح يا رب. ليكي في مجال الفن التشكيلي ولا لأ؟ يعني أنت ابويا اساسا رسوم متحركه وانا برسم، بس مش برسم زيه، يعني انا مش محترفه ولا دارسه، بس انا برسم من وانا صغيره. ليه طيب ما دخلتيش المجال طيب ولا ما حبيتيش؟ يعني واخداها هواية بس؟ هوايه بس شايفة المجال إزاي في مصر يعني الفترة الأخيرة يعني؟ هل في اهتمام بيه ولا لأ؟ اللي هو ايه، مش كل الناس بتفهمه. الناس اللي عندها بس حس الرسومات والورق والألوان بتفهم طبعًا في الحاجات دي كويس جدًا، في ناس لأ، ده ما بيشغلهاش يعني، هي آراء مختلفة. أستاذة دايما يعني قلبة قلبة الدنيا على السوشيال ميديا، أخبار. قولي لي طب إيه الجدل ده كله؟ الحاجات اللي بتسمعها أستاذة لميا اعتزلت مش عارف إيه، ما فيش حد قال خالص إن أنا اعتزلت، اعتزلت اللي هو تقديم البرامج يعني مش عارف إيه، قاعدة في البيت. الشائعة دي جديدة بالنسبة لي، لأ ما حدش قال كده، لأ خالص، أنا ما سمعتش خالص، أنا اعتزلت إزاي وأنا على الهوا كل يوم؟ ما ده بتسمعها على السوشيال ميديا، طب تقولي رسالة إيه أو رسايلك إيه لصناع السوشيال ميديا؟ راعوا ربنا بس، بس دي أهم حاجة يعني. بصي، من كام يوم طبعا الأستاذ رمضان الشيخ رمضان عبد الرازق احتفل بزفاف بنته. بلاش نتكلم في الموضوع ده عشان ده ما يصحش إن إحنا نتكلم فيه أساسًا. كان في جدل قوي على اللي هي ظهرت من غير حجاب. نعمل جدل على كل حاجة وفي النهاية يا جماعة كل واحد حر، ما يعني التدخل في خصوصيات وحياة الناس زيادة عن اللزوم بقى شيء مش لطيف الحقيقة. الشيخ رمضان شخص يحترم وعالم جليل وشخص محترم على المستوى الشخصي وأهل بيته كلهم ناس محترمين، فما يصحش عيب، عيب. عشان كده بقول لك السوشيال ميديا هي اللي عامله الالبان ده كله. مع الأسف، مع الأسف. جديدك بقى الفتره الجايه، انا عارفك طبعا مكسره الدنيا بالبرنامج بتاعك. مين المذيع اللي انت دايما يعني بتحبي تتفرجي قدامه على الشاشه بصراحه؟ والله أنا ما يعني أنا يعني غصب عني لأن أنا عندي هوا كل يوم، شغلي واخد كتير أوي من وقتي، مش دايمًا باتابع، بس أنا طبعًا باحب جدًا، جدًا، جدًا الفنانة إسعاد يونس يعني، حبيبة الكل يعني، آه، بس. معنى كده انك داخله مجال التمثيل، فقولوا لنا ده حق صح ولا لا؟ لأ والله ما لسه يعني فكرة مؤجلة ولسه مش عارفة إذا كان ده ممكن يتم والّا لأ. اتعرض عليَّ حاجات قبل كده بس يعني لسه شوية. المفروض بنت الوز عوام يعني. بس أنا مبسوطة بالحتّة اللي أنا موجودة فيها، وربنا كارمني فيها الحمد لله، ويا رب دايمًا أكون عند حُسن ظن الناس.